نعم. يعني ايه ابوكوا كاتب له كل حاجه بيع وشراء؟ ما الحاجه كلها مرهونه يا حبايبي. مامي جابت حد يشتري الشغل كله بالمديونيه. بقول لك ايه يا جبوس؟ جبوس؟ جباس يعني. هو اخبار المنجم ايه؟ هانت. طيب ما طالما هانت بقى، ما تشوف لاخوك مليار جنيه كده ولا حاجه، عشان عندي حاجات مهمه لازم اعملها، وان شاء الله اول ما اخد نصيبي هديهم لك نص مليار في نص مليار. وماله يا حبيب قلبي، هبقى اكلمها لك ان شاء الله. ان شاء الله. بس يا عفيفي. لا ما انا مزنوق. بس يا عفيفي، عملت ايه في اللي قلت لك عليه يا فاروق؟ ما تقلقش يا مجدي، هلاقيها لك لو ابره في كوم قش، الجبس ما بيجليش. الا بالحق صحيح، الجرح يعني من ساعه ما خرج لا كلمني ولا عدى عليا. ايه بيرقد عشان يعبي ولا ايه؟ جرحي فيه اللي مكفيه من ساعه موت ابنه وهو ملهي. طب سلام يا فاروق، وحاول تلاقيها بسرعه. عيني. يا حسنين، ايه الاخبار عندك؟ طمني. كله تمام يا معلم، على بكره هنكون خلصنا كل حاجه وحملنا وهنفجر المنجم وهكون عندك بالليل. طب عينك في وسط راسك، انا مش عاوز عكوسات. ما تقلقش يا معلم. يلا اقفل. ايوه يا معلم، جرحي نيمت الجباس زي ما قلت لي بالظبط، وهنتحرك الليله على اتفاقنا. تمام يا حسنين، لما توصل هيقابلك المعلم رجاء ويظبط معاك كل حاجه، وبعد كده رجالته هيتصرفوا. تؤمر يا سيد الناس، بس انا في رقبتك. الجباس لو طني وعرف اللي بينا هيقتلني انا وعيالي. ما تقلقش يا حسنين، سيبها على اللي خلق الروح، ما بتتصرفش الا باذنه.